مثلا على سبيل المثال واحد مثلا غني ربنا فتح عليه، عنده مثلا عماره في قلبها محلات، او عنده مثلا سلسله محلات، ففي ناس غلابه مأجرين منه بيسترزقوا من المحلات دي، فقال لك والله انا هاجي في شهر رمضان انا مش هاخد ايجار من الناس دي، الحاجه كده طالعه مني لله. ففي برضو ناس زيه عندها محلات كتير مأجرها ناس غلابه، قال لك والله هي نعمل زيك احنا كمان، احنا هنطلعها لله. فكده الشخص اللي سامح الناس او ادى الناس دي مش عايز من الناس الايجار في شهر رمضان، طبعا بياخد ثواب. الشخص اللي قلده بياخد ثواب هو كمان، لكن هو بياخد معاه بالثواب. عشان ايه؟ عشان هو صاحب الفكره اصلا نفسها. طب واحد مثلا قال لواحد انا بصلي على النبي كل يوم 1000 مره، ويا سلام لما بصلي عليه بحس من يومي تمام، وحس ان في حاجات حلوه بتحصل لي، انا مش عارف ايه هي، بس حاسس ان يومي يبقى جميل كده، مبروك اليوم مبارك يعني. فالشخص ده سمع منه الكلام، قال لك انا هجرب انا كمان، هصلي على النبي انا كمان كده 1000 مره في اليوم، هنشوف ايه اللي يحصل. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم برضه هو زيه 1000 مره في اليوم، قال لك والله انا حسيت برضه ان في حاجه كده حلوه بتحصل، يعني حاسس ان يومي كده بدأ يتظبط، في حاجه انا مش فاهمها مش حاسسها، بس حاسس ان اليوم بقى تمام. فهو دي كلها بركه. فالشخص اللي قال له اصلا من الاول ده بياخد ثواب. طب الشخص اللي بقى ليده بياخد ثواب، بس هو بياخد معاه في الثواب بتاعه. زي مثلا ايه يعني، من باب الدل على الخير كفاعله، انت خدت الحاجه مني عملتها، انت بتاخد اجر عشان انت كده كده عملتها، بس انا باخد معاك في الاجر عشان انت ايه، انا صاحب الفكره، او انا اللي قلت لك. تمام. فدي كلها اعمال خير. نفس الكلام في اعمال الشر بالظبط. انا قلت لك والله بص انا مش انا مصدع، انا مش هصلي النهارده خالص، هجرب كده اللي يحصل. فقلت لي انا كمان ايه، انا مش هصلي انا كمان، هاخد برايك. فانا خدت ذنب عشان انا بصليش، هو خد ذنب عشان ما بيصليش، لكن انا هاخد ذنب معاه في ذنبه هو، وده ما ينقص من ذنبه حاجه، ده مقتضى الحديث، ولا ينقص ذلك من ايه، من اوزارهم شيء. انا خدت ذنبه هو خد ذنبه بس انا باخد معاه ذنب مضاعف عشان انا صاحب الفكره. انا قلت له، ما هو نفس الكلام لو قلت حاجه مثلا حاجه غلط زي دي، قلت لواحد مثلا ايه ده بيجيب في سيرتك يا عم، ايه ده مش عارف انت ذاكرت له كده ليه اصلا، لما تروح تضربه يا عم، ولا تروح سيب له الدين، ولا روح وراح سمع كلامك وعمل. طبعا كده كده لو حصل الكلام ده هياخد ذنوب لا يعني لا حصر لها، اللي هو عمله ده كويس سب دين وحاجه موال تاني. بس انت معلم مشارك معاه في كل حاجه، انت دلته على حاجه اصلا، يعني اعوذ بالله. نفس الكلام بالظبط، الفكره في الحسنات يعني. فاللي هتعمل حسنه غيرك عملها هتاخد ثوابها، ثواب النشر وثواب ان هو قال ده وثواب ان هو عملها. هتاخد سيئه وواحد غيرك قلدك خدها منك وعملها، هتاخد برضو ذنبها عشان خاطر هو خدها ونشرها والكلام ده كله. فاللي انت بتعمله هيتكتب لك. تمام. بس ودي نهايه حلقتنا، ويا رب يكون الفيديو ان شاء الله عجبكم، وما تنساش تشترك الفيديو مع خيرك عشان تاخد الثواب الاجر. وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. سلام.